يقول يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، والزمام هو ما يجعل في أنف البعير حتى يقاد به، فتسحب جهنم عندما يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر، ما عظم هذه النار. الله تعالى وصفها في القرآن، قال الذي يصلى النار الكبرى. ما ظنك بالكبير العظيم جل وعلا إذا قال النار الكبرى؟ ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي في النار حجر فسمع له صوت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، 70 سنة ويهوي في نار جهنم حتى وصل إلى قعرها والعياذ بالله. فهذه النار الكبرى نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا من النار. يؤتى بها يوم القيامة، تسحب من 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عدد هائل من الملائكة لا يحصيهم إلا الله. يعني الآن إذا ضربت 70,000 في 70,000 يكون العدد 4,900,000,000. يعني هذا عدد الملائكة الذين يسحبون نار جهنم. الله أكبر، عدد هائل من الملائكة. فهذا مشهد عظيم. ولذلك يعني يؤتى بجهنم، وكما جاء في بعض الآثار أنها تزفر زفرة فلا يبقى إنسان إلا خر على ركبتيه، حتى يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما يعني قال الله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني ترون النار بأعينكم. والمؤمن عندما يرى هذا المشهد المهول لا شك أن الخوف سيأتي على القلوب، لكن المؤمن يطمئن يوم القيامة، وعندما يعني يخرج من قبره تتلقاه الملائكة ويقولون له هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فيطمئن. وإذا رأى النار وعلم أنه لن يدخلها وأنه من أهل الجنة، فهذا يزيده استشعارا لنعمة الله عليه، وأن الله تعالى أنقذه من هذه النار الكبرى. وجيء يومئذ بجهنم كما عرفنا لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. المجرم الكافر أو الفاجر الفاسق هنا يتذكر وأنى له الذكرى، ما تنفعه الذكرى عندما يرى العذاب أمامه، يقول يا ليتني قدمت لحياتي حتى ينجو من العذاب. يا ليتني حافظت على صلاتي، يا ليتني عبدت ربي، يا ليتني ابتعدت عن المعاصي، لكن ما ينفع الندم يومئذ. ثم قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. هكذا أهل النار يتفاوتون في العذاب، كل بحسب معاصيه. فيخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل النار عذابا، يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، يعني في أسفل قدميه. أخمص القدمين ما تجافى من أسفل القدم على الأرض، يعني المكان الذي هو
يعني هكذا لا يلمس الأرض من القدمين كما هو معلوم، فيوضع في هذا المكان جمرتان من نار. قال يغلي منهما دماغه من شدة الحرارة، يغلي دماغه من جمرتين توضعان تحت قدميه والعياذ بالله. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هو يظن أنه لا يوجد أحد أشد عذابا منه في نار جهنم، وهو أهونهم عذابا والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا من النار. وذكر أيضا طبعا هناك يعني بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن يعذب هذا العذاب عمه أبو طالب. قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. فأبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه في حياته، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على الكفر. غلب عليه حب العلو في الدنيا، وأبى أن يقول لا إله إلا الله حتى لا يعير ويقال رجع عن دين أجداده ورجع عن ملة عبد المطلب. فتعبد قلبه للتعصب لأمور الجاهلية، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فردت شفاعته، لكن خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبدفاعه عنه في الدنيا، فيخفف عنه من العذاب، لكن يكون أهون أهل النار عذابا يكون منهم أبو طالب. لكن من يطيق مثل هذا العذاب؟ يغلي منهما دماغه. الواحد منا في نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم لا يطيق أن يضع إصبعه ولو لثوان معدودة في نار الدنيا، فكيف بأن يغلي دماغ الإنسان والعياذ بالله في نار جهنم؟ نسأل الله أن يجيرنا من النار. ثم بين في حديث سمرة بن جندب أن النار تتفاوت. منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، تصل النار إلى ركبتيه والعياذ بالله، ومنهم من تأخذه إلى حجزته. قال الحجزة معقد الإزار تحت السرة، فهذا المكان معقد الإزار تحت السرة. قال ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، يعني عظام الترقوة، يكون منغمسا في النار والعياذ بالله. فهكذا يتفاوت أهل النار في العذاب، ليسوا على درجة واحدة، لأن الكفر درجات. من الكفار من هو كافر ومعرض، منهم من هو كافر ويعارض دين الله، منهم كافر ويؤذي المسلمين ويحاربهم، ومنهم من هو المسلم لكنه الذي أسرف على نفسه بالفواحش والكبائر، منهم الذي هو مسلم لكن ظلم وأكل أموال الناس بالباطل، منهم من هو مسلم لكنه قتل المسلمين أو قتل مسلما، وكل بحسب جرمه وعذابه، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه. قال والرشح العرق. فأيضا هذا مشهد من مشاهد الآخرة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، تدنو الشمس من العباد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون منهم بمقدار ميل. كما ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد ذلك، قال وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر الراوي عن المقداد قال فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ وقال ميل، فيقول لا أدري هل المقصود بالميل يعني المسافة المعروفة، يعني كيلو ونصف تقريبا،
أو الميل يعني المكحلة التي تكحل بها العين، يعني مسافة قليلة جدا. وأيا كانت، إذا كانت الشمس الآن الله أعلم كم تبعد منا من يعني آلاف مؤلفة من الكيلومترات، فكيف إذا دنت بهذا المقدار؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. يعني يقف الناس في هذا اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عسير على الكافرين غير يسير، لكنه على المؤمنين يسير، يخففه الله تعالى حتى يكون يعني بمقدار صلاة، أو كما جاء في بعض الأحاديث ما بين يعني انتظار الصلاة إلى الصلاة، صلاة الظهر إلى العصر أو كذا، يعني وقت يسير. لكن هكذا يكون الناس في الكرب والشدة في يوم الحشر والموقف، فيتصبب منهم العرق وهم في حر شديد وكرب شديد وزحام خانق وعرق هكذا يغمرهم. وقال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه يعني عرق قليل، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه موضع الإزار. قال: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، يعني العرق هكذا يصل إلى فمه، يلجمه إلجاما. رواه مسلم. هكذا هذا العرق هي السيئات التي تعملها الآن في الدنيا. إن أردت أن تكون في راحة وسعادة ورحمة، فارحم نفسك في الدنيا بالابتعاد عن السيئات والمعاصي. سبحان الله، الآن الإنسان في الدنيا يستلذ هذه المعاصي ويسارع إليها، لكن هكذا تظهر حقيقة هذه المعاصي، هي آلام وضيق في الدنيا، ثم هي عذاب يوم القيامة قبل دخول النار، عذاب في يوم الحشر والموقف، تتحول إلى عرق، وهكذا يعني يغرق بعض الناس في هذا العرق والعياذ بالله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض يعني ينزل ويغوص في الأرض 70 ذراعا، يعني مواقف هائلة وعظيمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، يعني صوت شيء سقط، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. تأمل في عمق جهنم وبعد قعرها والعياذ بالله. ونختم بهذا الحديث ذكره قبل ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. قال: الخنين هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. هكذا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار، فرأى ما في الجنة من النعيم العظيم، ورأى ما في النار من العذاب الأليم.
قال فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة، قال لو تعلمون ما أعلم من حقيقة الأهوال، حقيقة ما ينتظر الإنسان من العذاب، من الأمور المخوفة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لأن الأمر والله عظيم، لكننا في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لو تعلمون ما أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن هذه المغيبات من الجنة والنار. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو علم الإنسان حق العلم ورأى هذا بعينه، أصبح عنده حق اليقين، لما ضحك كثيرا في الدنيا ولانقبضت نفسه من التمتع بشهوات الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الآخر يشبه هذا الحديث، قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله من شدة العذاب. وكما قال بعض الصحابة لو تعلمون العلم، يعني العلم الحقيقي، وينكشف لكم عن هذه المغيبات، قال لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته. لكن من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أنه ما كشف لهم عن هذه الأمور، وإلا لما استطاع الواحد منا أن يعيش. لو كنا نسمع ما في القبور من عذاب أهل الحياة البرزخية، من عذاب أهل القبور وصياح أهل القبور، لما استطعنا أن ننام ولا أن نعيش حياتنا. لكن هكذا من لطف الله تعالى أنه أخفى هذا عنا حتى نعمل ونعيش كما أراد الله تعالى منا. لكن هذا فيه تنبيه للعبد أن يستيقظ من غفلته، وأن يتوب إلى ربه، وأن يستعد لآخرته، وأن يتذكر عظم ما ينتظره من الأهوال، من الموت وسكرته والقبر وفتنته والحشر وما يكون فيه من الأهوال العظيمة، إلى أن يستقر بك القرار إما في الجنة وإما في النار. فإذن على المسلم أن يتذكر هذه الأهوال، لا ينساها ويستعد لها. وذلك هذا الخوف من العذاب ومن النار، وإذا تذكر الإنسان هذه الأحاديث، من الخوف المحمود في هذا أن يترك المحرمات والشهوات، ثم يترك الغفلة، يترك التوسع في الدنيا ومباحاتها وملذاتها، وأن يزهد في هذه الدنيا، فلا يضحك قليلا، لا يضحك يعني كثيرا، ولا يتمتع كثيرا، وإنما يعني يأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة ربه، ما يبلغه المحل والمنزل. وهكذا يعني كما يعني يقول الإمام أحمد، كان يقول الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه، يعني من شدة هذه الأهوال ووقع في قلبه خوف عظيم فأصبح زاهدا في الدنيا. وهذا أنفع ما يكون من الزهد في الدنيا، أن يكون الزهد لا عن تكلف، وإنما يكون داعي الزهد في الدنيا هو الخوف من الله، الخوف من الآخرة، محبة الله تعالى ورجاء ما عنده، فيكون عنده خوف يزجره عن التوسع والتلذذ بمباحات الدنيا. يقول الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه. يرى الناس يتلذذون بالمأكولات والمشروبات، يريد أن
يجرب هذا الطعم من المشروبات وهذا النوع من المأكولات، وهكذا في كل يوم جديد يخرج طعام جديد فيريد أن يجربه وأن يتمتع به. نعم، يعني هذا ليس حراما، لكن الذي في قلبه استعداد للآخرة وخوف من الأهوال في الآخرة ما يكون في قلبه مكان لمثل هذا، فتجده تنقبض نفسه عن مثل هذه الأمور، ما يشتهيها أصلا. قال: الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهي، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل. فالدنيا تذهب سريعا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجيرنا من النار، نسأل أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.